وشوف الكرة مرة ثانية والوقوع ليوسف العربي والاحتساب لضربة الجزاء الآن من حكم المباراة. شوف الإعادة بالبطيء مرة ثانية واحتساب ضربة جزاء. يوسف العربي كان ذكي فيها أن يحصل فريقه على ضربة جزاء الآن لمصلحة فريقه. محمد الشلهوب عند ضربة الجزاء الهلالية. إذا ضربة جزاء مبكرة في شوط المباراة الثاني. مع بداية شوط المباراة الثاني الهلال يحصل على ضربة الجزاء التي قد تعصف بأمال الأهلاويين. محمد الشلهوب وياسر المسليم والشلهوب، جول! ثالث أهداف الهلال، الهدف الثالث الآن للهلال يسجل محمد الشلهوب من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة ليوسف العربي. تصدى لها محمد الشلهوب الذي يسجل أول أهدافه هذا الموسم. أخيرا يسجل أول أهدافه. طبعا اليوم 3 لاعبين يسجلون أول أهدافهم هذا الموسم. الشلهوب، الفريدي، وأيوب يونغسو، الثلاثة لأول مرة يسجلون في الموسم. وفي مرمى من؟ في مرمى المسليم التي بقت خالية من الأهداف في الثلاث جولات الماضية. بالثلاث جولات الماضية في 170 دقيقة اللي خاضها ياسر المسليم أبقى شباك نظيفة، لكنها في مباراة هذا المساء تهتز 3 مرات، وهي قد بقت 3 جولات دون أن تهتز. هذه كرة اللعب للأمام مقطوعة لمحمد الشلهوب، الشلهوب إلى أحمد الفريدي، الفريدي ليوسف العربي، العربي وتمريرة إلى أحمد الفريدي، الفريدي يحاول يتقدم، يعدي الفريدي ماذا؟ الله على اللعبة الماضية من أحمد الفريدي. جنون من أحمد الفريدي في هذه المباراة. هو قد تجاوز الفنون ووصل إلى مرحلة تسمى بجنون كرة القدم. الكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية، ملعوبة الركلة الركنية إلى داخل المنطقة، إلى عرضية مقطوعة لمصلحة الأهلي الآن إلى الأمام، أهلاوية إلى فيكتور سيموس، سيموس وكنترول يحصل على الكرة، يأخذ الكرة، يتقدم سيموس، مقطوعة كرة سيموس إلى الأمام لأحمد الفريدي، الفريدي ساقطة إلى يوب يونغسو وضياع لدفاعات الأهلي، وياسر المسليم يتحمل فوق طاقته ضياع الدفاع الأهلاوي. الكرة لمعتز الموسى، معتز إلى خايرو، تيسير الجاسم، تيسير يمرر الكرة إلى معتز الموسى، معتز الموسى مرر الكرة في وسط الملعب إلى تيسير الجاسم، الجاسم وتمريره بوسط الميدان، محاولة مخالفة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة. إذا إعلام من كارل ياروليم إلى ضربة حرة مباشرة أهلاوية الآن من أمام المرمى الهلالي، وانتظار أهلاوي للكرة الثابتة. مارسيلو كاماتشو يستعد لتنفيذ المخالفة. فيكتور سيموس، الكرة تحتار وأيهما تختار من البرازيليين. سيموس، مارسيلو كاماتشو، سيموس والكرة إلى خالد شراحيلي، سيموس وكرة إلى خالد شراحيلي، شراحيلي لمحمد نامي، نامي يأخذ الكرة بالجهة اليمين، التمرير يضع فيه الكرة بين أقدام سلمان الفرج، تجاوز من سلمان وتمرير إلى الشلهوب إلى يوب يونغسو، يوب يونغسو يعطي كرة في صالح الهلال ممررة لسو مرة ثانية مقطوعة قبل تدخل الفريدي، راحت الكرة إلى الأمام، لكن الأهلي أبدا مشتت، يعني الأهلي مشتت. وكرة من عماد الحوسني فيها مخالفة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة على عماد. يعني حتى سيموس انتقد عماد الحوسني على هذه اللقطة لأن عنده ورقة صفراء، وبالتالي يجب على عماد أن لا يورط نفسه بالبطاقة الحمراء وأن لا يورط فريقه معه. الضربة الحرة المباشرة ملعوبة إلى الجهة اليمين عند تيسير الجاسم، تيسير الجاسم معادة في الخلف إلى خايرو، خايرو مع كرة محاولة، وأحمد الفريدي ضغط على خايرو، يا ولد مرور من بين 2 من لاعبين الهلال من خايرو إلى سيموس، ولقطة معادة من حكم المباراة إلى مخالفة، ضربة حرة مباشرة موجودة بوسط اللعب. خايرو يلعب الكرة إلى اليسار،
إلى محاولة لصالح الأهلي من الجهة اليسرى، ملعوبة ساقطة داخل منطقة الجزاء، إلى ضربة مرمى في صالح الهلال عند خالد شراحيلي. ضربة حرة مباشرة عند خالد شراحيلي. طبعا كنا ننوي الحديث عن تشكيلة فريق الهلال، عن أسماء وقائمة الهلال وقائمة الأهلي لهذه المباراة، لكن جاءت ضربة الجزاء، وبالتالي الحديث على كل حال الأسماء موجودة في أرضية الملعب وكل اسم يبحث عن نفسه. والمسلم بحث عن الكرة، والعربي ياخذ كرة لكن يتسبب في مخالفة. ضربة حرة مباشرة، حاول ياخذ كرة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة منصور الحربي. منصور الحربي الذي في صغره كان يستبعد أن يكون لاعب لتركيزه وأهله على الجانب الدراسي، واليوم هو مع الإمبراطور، مع آخر أبطال الموسم الماضي حينما حققوا كأس خادم الحرمين الشريفين. الكرة من محمد نامي إلى الخلف إلى خالد شراحيلي. شراحيلي ملعوبة كرة طويلة إلى الأمام إلى يوب يونغ سو. يوب يونغ سو يلعب كرة إلى أحمد الفريدي. الفريدي يقطع كرة، يسيطر على الكرة أحمد الفريدي إلى مخالفة. ضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة. الفريدي وقع على أرضية الملعب. إعادة لضربة الجزاء المحتسبة من كارل يارولين، من ساشا ألكسندر. هي لو كانت بكيف كارل يارولين ما احتسب ضربة الجزاء. كرة اللعب إلى الأمام، ماجد المرشدي، عماد الحوسني، استدارة من عماد. عماد يعطي كرة لمارسيلو كاماتشو، مرور ممتاز من كاماتشو، وتمريرة أخيرا يعني يصحو وسط ميدان الأهلي وهجومه، لكن في كرة مقطوعة ترتد إلى مصلحة الهلال. محمد الشلهوب، شلهوب يعطي كرة إلى يوب يونغ سو. يوب يونغ سو عليه ضغط من كامل فلاتة، ياخذ كرة فلاتة إلى تيسير الجاسم. الأهلي يعود لدحرجة الكرة إلى مرمى الهلال، إلى محاولة في الجهة اليمين الآن بوسط الملعب، تلعب عند تيسير الجاسم. مقطوع الكرة إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية. رمية جانبية في صالح الأهلاوي. منصور الحربي، منصور يتجاوز بشكل ممتاز على الجهة اليسار، ما زالت الكرة معه لكن في الأخير صافرة إلى مخالفة. ضربة حرة مباشرة عند محمد القرني. ضربة حرة مباشرة إذن عند محمد القرني. حكم المباراة ساشا ألكسندر يوقف اللعب على اعتبار أن هناك كرة أخرى أيضا موجودة في أرضية الملعب. تأخر الطاقم المسؤول عن متابعة الكرات لإبعاد الكرة الماضية. الهلال يجري لاعبين حركات الإحماء، وجمهور الهلال ينتظر لاعب إيمانا ويصوت للاعب إيمانا ليجري حركات الإحماء. أيضا لاعبين الأهلي بالكامل يجرون حركات الإحماء ما عدا لاعب وحيد ربما إجراء تبديل قادم الآن بالنسبة للأهلي. الأهلي قائمة البدلاء بالنسبة له المعيوف ومحمود هوسح، محمود عباس، صاحب العبد الله، علاء الريشاني، وليد باخشوين، حسن الراهب. في حين بدلاء الهلال سلطان البيشي، إيمانا، الدوسري، عبد العزيز، فهد الشمري، وحسن خيرات، سالم الدوسري، حسام الحارثي. خلاص الأهلي الآن يقترب من إجراء تبديل الأول. الأهلي يقترب من إجراء تبديل الأول، والكرة لمارسيلو كاماتشو. كاماتشو ياخذ النص على كيفه، يمر على كيفه، ما حد يوقفه، والكرة لصالح الأهلي الآن لفيكتور سيموس إلى مارسيلو كاماتشو. كاماتشو عند فيكتور سيموس لمنصور الحربي، مقطوعة إلى يوب يونغ سو. يوب يونغ سو يرجع الكرة للخلف، وبطاقة صفراء منتظرة لمعتز الموسى الآن. تغيير لمصلحة الأهلي. جفين البيشي غادر أرضية الملعب. جفين إذن يترك مكانه لعلاء الريشاني. جفين ما كان يوم على الإطلاق
هذا المساء مش يوم شفين البيشي. شوط المباراة الأول وقع في أكثر من خطأ وثم ضربة جزاء، والكرة الآن إلى الجهة اليمين ليوسف العربي. يوسف العربي يحاول يعدي، يوسف العربي مع الكرة مقطوعة، وصلت في صالح الأهلي. التقدم الانطلاق الآن الأهلاوية الموجودة إلى جانب كامل على الجهة اليسار. في بداية الموسم الجمهور رسم توقعات في ظل قوة الأهلي في بداية الموسم، إضافة إلى قوة الاتفاق، ومن دلائل قوة الاتفاق انتصار على الاتحاد وفوز على الاتحاد في الجولة الماضية في مباراة مقدمة كانت قد جرت على ملعب الأمير محمد بن فهد في ملعب الاتفاق بالدمام بهدف دون مقابل، وكذلك فريق الشباب الذي فاز على الهلال في هذا الملعب. اليوم الهلال من خلال هذه المباراة قد يستعيد بعض الترشيحات وقد تزيد أرقام الترشيحات بالنسبة له بعد هذه المباراة. أقول إذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل والأمور ما زالت لمصلحة الهلال، والعربي الآن في استدارة، وصلت الكرة إلى يوسف العربي أو إلى ياسر المسليم، وبعدها أيضا كان في صافرة على يوسف العربي. المسليم يلعب كرة على الجهة اليمين إلى مصلحة الأهلي، إلى مخالفة لصالح عماد الحوسني، كرة ثابتة موجودة للجهة اليمين في صالح الفريق الأهلاوي. المخالفة ملعوبة إلى الخلف لمنصور الحربي على الجهة اليسار، يتلقى كرة، يمرر الكرة على طول. مارسيلو كاماتشو يرجع كرة لخط دفاعه إلى خايرو. الأهلي يريد أن يعود للخلف الآن لتفتيت الدفاعات الهلالية، على اعتبار أن الهلال متراجع يدافع عن مرماه. خلاص 3 أهداف هي يعني تعطي الاطمئنان للهلال إلى أنه يحقق الانتصار، لأنه يبتعد ب3 أهداف عن الأهلي، في حين الأهلي يعني أمام نصف ساعة تقريبا من الوقت أو أكثر من نصف ساعة إلى 32 دقيقة. جمهور الأهلي الآن يتكلم على افتراضية أنه في كل 10 دقائق فريقه يستطيع أن يسجل. هذا الأمر ليس مستبعد في كرة القدم، لكن حينما يعود الأهلي لحقيقته وحينما يعود للملمة نفسه، حينما يعود لاستعادة ثقته بنفسه، لأنه الأهلي الآن يفتقد ثقته بنفسه. الكرة مقطوعة وربما تسير الجاسم الآن يعيد الثقة بكرة لفيكتور سيموس. سيموس يتقدم، سيموس يحاول، أسامة هوساوي لمثل ذلك تأتي العروض من فرنسا. هوساوي يلعب كرة إلى الجهة اليمين إلى محمد القرني في تمريرة خاطئة وصلت لصالح كامل الموسى، وكامل الموسى يعطي كرة إلى منصور. الأهلي في تبديل منتظر آخر، وليد باخشوين من المنتظر أن يكون البديل القادم للفريق الأهلاوي. الأهلي تغيرت صورته بالكامل، الكثير من الأسماء غادرت الأهلي، مثلا من الأسماء الموجودة الآن لكنها تلعب لأندية أخرى، مثلا إحسان عبد الغني، نايف القاضي، وليد عبد ربه، مالك معاذ، الاسم الذي كان من المستبعد أن يكون خارج تشكيلة النادي الأهلي، لكنه غادر وقدم نفسه بشكل جيد إلى جانب النصر، والأهلي قدم نفسه بشكل جيد في هذا الموسم. وكرة معادة في الخلف. إلى الآن الهلال هو من يلامس النقطة 9، والأهلي قد لامسها في الجولة الماضية، والأهلي يتعرض لأول خسارة. إلى الآن أقول هو يتعرض لأول خسارة إلا إذا أجرى يعني تغيير معين ومنطقي. وليد باخشوين إذا مكان عماد الحوسني، وليد باخشوين الذي نال بطاقة الحمراء في مباراة النصر حينما حل بديل لدقائق فقط، وبعد ذلك أشرت له البطاقة الحمراء لمنعته من مشاركة فريقه في مباراة نجران. ويعود هذا المساء العربي يحاول يخطف كرة ممتاز في المتابعة، كان كامل فلاتة، أخذ الكرة، أعطى كرة بوسط الملعب لمصلحة الأهلي. الآن في وسط الملعب كرة أهلاوية ممررة إلى معتز الموسى، سلمان الفرج، وتمرير إلى عبد الله الزوري، اختراقه وانطلاقه، الزوري تقدم، وبعد ذلك تمرير إلى يوب يونغ سو،
إلى صافرة ومخالفة في وسط الملعب، وبطاقة صفراء أيضا موجودة. بطاقة صفراء إذن لمن؟ إلى وليد باخشوين أعتقدها لوليد باخشوين، لكن نركز. لا ظلمنا وليد باخشوين. البطاقة الصفراء جاءت لعلي على ريشاني البديل في شوط المباراة الثاني الذي حل بديل عن جفين البيشي. إذن الحضور الجماهيري لهذه المباراة أكثر من 22,000، وبالتالي تكون أول مباراة تتجاوز حاجز 20,000، ولذلك هي تسجل أكبر حضور جماهيري على الإطلاق في مسابقة دوري زين حتى الآن. إذا عبد الله الزوري غادر أرضية الملعب، المصاب عبد الله الزوري يترك أرضية الملعب بعد الاحتكاك من علاء ريشاني بالكرة الماضية. ضربة حرة مباشرة. إذن 22,844 متفرج تظهر الرقم شاشة ملعب الملك فهد كأكبر حضور جماهيري يسجل إلى الآن. محمد نامي ياخذ كرة على طول إلى الطرف الأيسر. العودة إلى الوراء لخالد شراحيلي. خالد شراحيلي يلعب كرة وسط الملعب ساقطة، لكن مقطوعة ترجع لمصلحة الأهلي عند تيسير الجاسم يمرر كرة إلى اليسار إلى محاولة عند وليد باخشوين. وليد باخشوين ياخذ الكرة يبحث عن زميل ثم يضع كرة عند أقدام مارسيلو كاماتشو يغير اتجاه اللعب بالنسبة للأهلي إلى الطرف الأيمن، ثم بعد الضغط الهلالي الموجود والحصول على الكرة عادت الكرة أهلاوية ممتازة إلى مارسيلو كاماتشو عند وليد باخشوين، وباخشوين تسديدة مرت إلى يسار خالد شراحيلي إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. المباراة رقم 21 بمسابقة دوري زين، 21 مباراة، فقط 3 مباريات ظهر فيها التعادل، وهو الأمر الذي يبحث الآن جمهور الأهلي أن تكون هذه المباراة هي المباراة رقم 4 في المباريات المنتهية بالتعادل. مباراتين انتهت تعادل إيجابي، ومباراة انتهت بتعادل سلبي، لكن بقية المباريات خلت من التعادل في دوري زين. الأهم في الموضوع أنه طيلة الجولات الماضية مباراة واحدة فقط كانت نظيفة بدون أهداف، مباراة واحدة فقط كانت بالتعادل السلبي. هذا يعطي امتياز للدوري على اعتبار أنه ما زلنا في بداية الدوري، مع ذلك معدل الأهداف لكل مباراة 2.5. أحمد الفريدي إلى سلمان الفرج إلى انطلاقة ممتازة عند يوسف العربي، التدخل مع العربي جاء ممتاز من خيرو. برافو خيرو، بصراحة مباراة كبيرة يقدمها إلى جانب الأهلي في هذا المساء، يقوم بأدوار مهمة في منطقة الارتكاز خيرو كما يفعل القرني الذي يعاني من إصابة بعد التدخل الأخير. سلمان الفرج يترك الكرة على اعتبار أنه كان متسلل، والكرة وصلت إلى معتز الموسى مرر كرة إلى مارسيلو كاماتشو، عادت كرة كاماتشو إلى الجهة اليمين لمصلحة الأهلي إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية في الجهة اليسار. الرمية الجانبية ملعوبة عند يوب يونغ سو وتمريرة إلى عبد الله الزوري في الانطلاقة، لعب الكرة لأسامة هوساوي أخذ الكرة. الثقل الهلالي في خط الدفاع، القوة الهلالية في خط الدفاع. هوساوي يتحمل الكثير من الأشياء في خط الدفاع الهلالي. أسامة هوساوي الذي تعرف عليه الجمهور السعودي لأول مرة في كأس آسيا 2007، نجاحات ليس لها مثيل في خط الدفاع. يوسف العربي ياخذ كرة يتقدم إلى الأمام، مقطوعة كرة يوسف العربي إلى معتز الموسى إلى صالح مارسيلو كاماتشو
كاماتشو لفيكتور سيموس. سيموس يتخلى عن نصف قوته بهذه المباراة، يتخلى عن نصف طاقته في هذه المواجهة. سيموس اللي ما يرحم، سيموس الوحش، نمر الأمازون، النمر الأخضر اليوم على غير العادة. نمر مسالم في هذه المباراة. وسط ملعب الأهلي مغيب تماما. مارسيلو كاماتشو مناطة عليه أدوار مهمة إلى جانب تيسير الجاسم لتغذية سيموس الوحيد الموجود الآن مهاجم، لكن مارسيلو كاماتشو ينضم إلى جانبه أو يلعب خلفه مباشرة بعد خروج عماد الحوسني اللي ما كان اليوم يومه أبدا. عماد الحوسني اليوم ما قدم نفسه. عماد سلمان الفرج مرر كرة مقطوعة راحت في صالح الأهلي. الأهلي تحسن، لكن هذا التحسن ليس كافي للعودة في المباراة. تمريرة طويلة راحت إلى خالد شراحيلي. خالد شراحيلي مرر إلى محمد الشلهوب. شلهوب يعطي كرة عبد الله الزوري. سلمان الفرج وتمريرة في اليسار لمحمد الشلهوب إلى يوسف العربي. إلى محمد الشلهوب للعربي مرة ثانية، وانتو بين اللاعبين. يوسف العربي وصل لمنطقة الجزاء. العربي كرة مقطوعة إلى خارج أرض الملعب. يوسف العربي ليس من نوعية اللاعبين اللي يحمل مهارة عالية. يوسف العربي لاعب يعتمد على قوة البدنية، على قوة تسديداته. محمد الشلهوب الآن يمر الكرة إلى أحمد الفريدي. الفريدي حاول التسديد، عدى أحمد الفريدي إلى محمد الشلهوب إلى يوسف العربي، والتسديدة لخارج أرض الملعب. تطلع إلى ضربة زاوية. من هذه الأماكن يوسف العربي خذ ولد، من هذه الأماكن يوسف العربي خذ ولد. شوف الكرة وصلت إلى العربي، صوب كرة. ياسر مسلم انقض على الكرة وطلع الكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية. ركلة ركنية واللعب يتوقف على اعتبار أن في لاعب هلالي، وأظن سلمان الفرج اللي يعاني من إصابة الآن. مدرب الهلال يستدعي عبد العزيز الدوسري، ومدرب الهلال هو من رحب بعودة عبد العزيز الدوسري مرة ثانية. توماس دول إذا استدعى عبد العزيز الدوسري. وأيضا حديث الاستدعاء لاعب آخر. هذه كرة عرضية، جول! الله! هدف رابع للهلال، هدف رابع للهلال في قمة الجولة الرابعة، في رابع المباريات بدوري زين على ملعب الملك فهد. شوف الكرة مرة ثانية، ستوب ستوب ستوب، وشوف الهلال التوب. جت الكرة عند أسامة هوساوي وسجل الهدف الرابع. أسامة هوساوي يسجل رابع أهداف الهلال في ضياع للدفاع الأهلاوي في المتابعة في المراقبة، وبالتالي الكرة العرضية جاءت كهدف رابع. إذا تغيير سلمان الفرج والدوسري يحل بديل الآن بعد هدف رابع سجل الهلال. 4 أهداف ثقيلة جدا بصراحة، 4 أهداف ثقيلة جدا. لا يمكن أن يتصور الأهلاويين أنهم يعيشوا هذا الموقف السيء جدا. يو بيونغ سو، كرة إلى خارج أرض الملعب. يو بيونغ سو حظ العاثر، يلطف بشباك الأهلي الآن، وكرة إلى خارج أرض الملعب. تطلع الكرة إلى ضربة مرمى. شوف كرة سو إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. يعني سو كان يهدر فرص في المباريات الماضية ويعتب عليه جمهور الهلال، لكن باعتقادي أنه في هذه المباراة لن يعتب عليه، ولا لاعب هلالي سوف يواجه العتب من الجمهور الهلالي بهذه المباراة، لأن الجماهير
حينما تشهد مثل هذه النتائج الكبيرة، مثل هذه المباريات، من الطبيعي جدا أنها لا تعاتب أحد على الإطلاق. لكن جمهور الأهلي إلى أين يتجه عتابه؟ إلى أين يتجه عتابه؟ يعني الجمهور من الطبيعي أنه سوف يعتب، هذا أمر طبيعي جدا، سوف يعتب لأنه من يتعب، ولذلك من حق أن يعتب لأنه يتعب ويأتي من مسافات ويقطع المسافات ويتابع. وكرة الآن فيها تسديدة، وخالد شراحيلي طلع الكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية. خالد شراحيلي من يقال عنه أكثر لاعبين الهلال مرحا وابتسامة. هذه التسديدة الماضية لخالد شراحيلي اللي طلع الكرة لخارج أرض الملعب بالراس، مقطوع الكرة. أحمد الفريدي عاد كرة إلى جهة اليسار لمحمد الشلهوب، إلى أحمد الفريدي. الفريدي في كرة مقطوعة ترجع مرة ثانية. بخشوين حط كرة في وسط الملعب إلى بخشوين مرة ثانية. بخشوين مرر الكرة إلى معتز الموسى. ليلة الانهيار، ليلة السقوط للأهلي، ليلة لم يتوقعها أشد الأهلاويين تشاؤما ولا أكثر الهلاليين تفاؤلا. هذه النتيجة الثقيلة، هذه النتيجة الكبيرة، 4 أهداف بدون مقابل. ودعوني أتكلم بصراحة، يعني في عهد وفي عصر الإعلام المفتوح، في عصر الإعلام الاجتماعي، كان أحد المشجعين يتكلم عن هذه النتيجة في تويتر، يعني تكلم معي عن توقع لأكثر من هذه النتيجة، ولكن يعني أخذت الموضوع بدون جدية، لأنه ليس من الممكن أن يحدث، ولكنه يحدث فعلا الآن، وهو الأمر الذي لم يتوقع أحد على الإطلاق أن يحدث ذلك، أن ينهار الأهلي بعد 3 جولات مميزة، بعد 3 جولات رائعة، بعد انتصارات، وبعد عودة روح الأهلي أبدا جمهوره لم يكن بهذه الروح من سنوات طويلة جدا، لم يبدأ الدوري مع فريقه بهذه الروح. يعني كنا نتوقع أن نشهد مباراة من النوع الثقيل جدا في هذه المواجهة، أن لا يكون أحد الفريقين مستسلما للآخر، لكن الأهلي غرق في أمواج الهلال بهذه المباراة. وإيمانا يأتي بديلا عن أحمد الفريدي الذي بنظرتي الشخصية أنه أفضل من قدم أداء في هذه المواجهة، يترك أرضية الملعب الآن. إيمانا يعود بعد الغياب في المباراة الماضية بسبب الورقة الحمراء التي نالها في طبعا مواجهة الشباب. هذه كرة ملعوبة في وسط الملعب إلى سلمان الفرج، وسلمان الفرج إلى يوسف العربي. عادت الكرة لمصلحة الهلال. على الأهلاويين الآن أن يركزوا أكثر على أن لا تأتي مزيد من الأهداف حتى إن لم يقلصوا الفارق، لأجل أن يبقوا الروح المعنوية حاضرة في بقية مواجهات الموسم. 4 أهداف ليست نهاية مطاف، الخسارة بهدف، بهدفين، ب3، ب4 هي بالأخير يعني أن الأهلي لعب 4 مباريات والهلال 4 مباريات، والفريقين عندهم 9 نقاط، يعني هو بالأخير كل فريق خسر 3 نقاط. بالتالي على الأهلي أن يركز فقط أنه لا يأتي مزيدا من الأهداف. الهلال كل ما زادت الأهداف زادت معنويات للجولات القادمة. عرضية مقطوعة بالراس وصلت إلى إيمانا مع الكرة. إيمانا يستعرض بكرة إلى محمد الشلهوب وتمريرة واصلة على الجهة اليمين، وعرضية ساقطة من محمد الشلهوب الآن جاءت، لكنها إلى حارس المرمى ياسر المسلي. عادت من عبد العزيز الدوسري. إيمانا وزع الكرة إلى الخلف. 75 دقيقة من عمر المباراة، آخر ربع ساعة في شوط المباراة الثاني. المباراة تقريبا الأهلاويين سلموها للهلاليين، انتهى أمر المباراة. ليست في حسابات بقدر ما يدققون على الخلاص من هذه المباراة بأي طريقة، وبالتالي يفكرون في المباريات القادمة
بشكل أكبر. تيسير الجاسم اجتهاد كان أكثر من اللازم مع الكرة الماضية. عبد العزيز الدوسري وتمريرة راحت إلى يوب يونغ سو في اليمين. يوب يونغ سو إلى محمد الشلهوب أو عبد العزيز الدوسري ليوب يونغ سو. وهدوء الآن وفقط فرجة على ما تبقى من المباراة. الجمهور يقف هادئا ومحاولة للمرور. كرة تنقطع ترجع إلى صافرة مخالفة. ضربة حرة مباشرة في مصلحة الأهلي. ضربة حرة مباشرة أهلاوية الآن موجودة في وسط الملعب عند خايرو اللي ينفذ الكرة الثابتة. كرة الثابتة ملعوبة. تلعب الكرة مباشرة إلى خالد شراحيلي إذن مع كرة ملعوبة إلى عبد العزيز الدوسري عند إيمانا يعطي الكرة لمحمد القرني على الطرف الأيسر. محمد القرني الاسم الشاب. الأهلي والهلال يبدو لي أنهم بدأوا الآن يعتمدون على وجوه شابة. بدأ في الأمر طبعا أنه هناك تغيير للفريقين وبداية اعتماد على الأسماء الشابة. والعربي في تسديده. العربي ليس موجود في الخدمة للمباراة الثالثة على التوالي بعد أن سجل في مباراة هجر. كرة مقطوعة من محمد نامي يأخذ الكرة على الجهة اليمين. عرضية ملعوبة إلى منطقة الجزاء. ممتاز ياسر مسليم. برأيي الشخصي ياسر لا يلام بالأهداف الأربعة لأنه الدفاع الأهلاوي كان مفكك في هذه المباراة، سواء في شوط المباراة الأول أو حتى مع التبديلات التي أجريت لشوط المباراة الثاني في محاولة التصحيح من السيد كاري ياروليم. كلامي عن الاستعانة بالأسماء الصغيرة، يعني مثلا محمود عباس نعم موجود من كم سنة في الفريق الأهلاوي لكن لم يأخذ فرصة الكاملة. وليد بخشوين الآن مثلا من الأسماء اللي تأخذ فرصة كاملة، وكذلك محمود هوسة اللي ما أخذ حتى الآن فرصته. منصور الحربي أسماء قادمة، وأيضا يعني هناك أسماء تحدث عنها كارل ياروليم من الأسماء اللي مثلت المنتخب السعودي للشباب بصراحة، من الأسماء المميزة والتي تدلل على قوة أكاديمية النادي الأهلي وأن لها ثمار ونتاج مهم جدا. في حين من جانب الهلال يعني كثير من الأسماء الشابة، حسام الحارثي، سالم الدوسري أيضا الذي كان إلى جانب المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب، أيضا سلمان الفرج، محمد القرني. كرة في صالح الأهلي على الجهة اليمين ملعوبة عرضية مرت سهلة إلى خالد شراحيلي. يعني في هذه المباراة لا أعتقد أنه المشكلة عند الأهلاويين أنها مشكلة الخسارة، بل المشكلة أنه خسارة الروح المعنوية، في حين الأمر بالنسبة للهلاليين الأمر يتجاوز الانتصار إلى أنهم كسبوا روح معنوية عالية للمباريات القادمة. خايرو الذي يقوم بأدوار مميزة، ويبدو لي أن مدرب الفريق الأهلاوي بدأ يستعين فيه بالدفاع، وأنه يأمر بالتراجع للدفاع في حال كان الهجوم لمصلحة الهلال أن يكون متواجدا في قلب الدفاع بين كامل ومعتز موسى، 3 لاعبين الآن في خط الدفاع بالنسبة له. تقريبا هذا ما أتوقع، أنه 3 لاعبين. هذه الصورة التي تحدث فعليا، كامل وخايرو وكامل الآخر. كرة لوليد باخشوين، 4 مقابل 4. الزوري طلع الكرة إلى خارج أرض الملعب. 4 مقابل 4 كان بين الزوري ووليد باخشوين بالقميص، 4 مقابل 4، لكن بالنتيجة تبقى 4. الهلال لا تجد لها مقابل. كرة إلى خارج أرض الملعب. الهدف الرابع أصاب المباراة بالفتور، على اعتبار أنه الأهلي استسلم لواقع الأمر، استسلم لنتيجة المباراة، وجمهور الأهلي عدد من يغادر أرضية الملعب، كذلك من جمهور الهلال
هناك عدد يغادر أرضيات الملعب من الجماهير التي اطمأنت على النتيجة، في حين جمهور الأهلي الذي طبعا فقد الأمل بعودة النتيجة يغادر أرضية الملعب. لكن هناك جمهور يريد أن يعلم يعني ما هو مصير التسع دقائق المتبقية. يعني هو الجمهور الآن يدرك وأنه الأمور كلها بيد الله عز وجل، ولكن يدرك أنه المباراة هي تسير نقاطها الثلاث إلى الخزينة الهلالية، ماسك الخط لخزينة نادي الهلال، رايحة في طريقها لخزينة نادي الهلال. لكن يقولون خلونا نجلس ونشوف، خلونا نبقى نتابع نراقب المباراة إلى آخر دقائقها. يعني ماذا قد يحدث في التسع دقائق القادمة؟ يعني الأمر ليس معناه أنه ربما يحدث التعادل، ولكن ربما تحدث أشياء تفوت على المتابع. وأن تتابع من المدرج خير بكثير من أن تتابع من التلفاز. هذه كرة على الجهة اليسار عند يوسف العربي. يوسف العربي رجع الكرة للخلف إلى إيمانا بتمريرة على طول إلى يوسف العربي. يوسف العربي التمريرة إلى إيمانا رجع كرة لكن في المكان الغير صحيح على الإطلاق، الغير سليم. راحت الكرة لصالح الأهلي. أعتقد أنه حتى الجمهور اللي يبغى يتعرف على ما تبقى من الدقائق أقول له من عندي، إذا مستعجل توكل على الله. هذا الشكل الذي تسير فيه المباراة يعني شكل تقليدي جدا، خلاص وكأنه رغبة في إنهاء المباراة، وكأنه لا رغبة في الثمان دقائق المتبقية. هذه الإعادة بالبطيء للقطة فيكتور سيموس، وبالتالي الشد من ماجد المرشدي والاحتجاز من ماجد المرشدي، وبالتالي صافرة جت ومخالفة. حسام الحارثي يستعد للنزول كبديل عن محمد الشرود. إذن إيمانا، الحارثي، سلمان الفرج، ثلاثة أسماء من جانب الهلال. رقم 33 حسام الحارثي جاءت من مدرب الهلال. هذه كرة في صالح الأهلي، المحاولة وليد بخشوين، وخالد شراحيلي يتصدى. خالد شراحيلي ما زال يقنع مدربه توماس دول، تصدى لكرة وليد بخشوين الرائعة جدا. المرور كان ممتاز، التمويه كان رائع، والكرة العرضية إلى خارج أرض الملعب في الجهة المقابلة إلى ضربة مرمى لصالح الهلال. بخشوين عمل ما عليه، وخالد شراحيلي راقب الكرة وبالتالي طلع الكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية. الألتراس الهلالي صامت. يعني طالعتنا جريدة الرياضية السعودية قبل أيام تقرير مفصل وكامل مشكورة عن الألتراس، نشأته من البرازيل طبعا بحكم أنه الألتراس أصبح الآن ظاهرة في كرة القدم السعودية. أطلعتنا صحيفة الرياضية السعودية عن تاريخ الألتراس بنشأته من البرازيل، ثم بقاء في أوروبا، وأيضا يعني شهد توهجه وأفضل فتراته في أوروبا، وذكرت التفاصيل الكاملة عن الألتراس والأمور المناطة بالجمهور الذي ينعي نفسه طبعا أو يسمي نفسه بالألتراس. لكن الألتراس عندنا صامت. كرة إلى الأوت لرمية جانبية. ترجع إلى الخلف على طول عند شراحيلي، خالد شراحيلي. أعطى كرة بوسط الملعب الآن في صالح الهلال. التوجه إلى عبد العزيز الدوسري، وتمريرة ملعوبة طويلة إلى يوب يونغ سو. يوب يونغ سو كرتها تطلع إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. يواجه قرار حكم المباراة المساعد الأول رافائيل بالابتسامة. يوب يونغ سو، هذه اللقطة مرة ثانية، والكرة اللي طلعت إلى خارج أرض الملعب ضربة مرمى. أعتقد أنه كان قرار سليم من جانب رافائيل في احتسابه ضربة مرمى، لكن ليس بالقرار المهم
لجمهور الأهلي لأنه الفريق خاسر، وضربة المرمى لا تغير من الأمر شيء. تلعب الكرة لوسط الملعب. الأهلي في ثاني المباريات القمم كان قد لعب مباراة قمة أمام النصر على أرض بين جماهيرها، فاز فيها بهدفين دون مقابل وقدم فيها مستوى أكثر من رائع. هذه ثاني المباريات الكبرى اللي يلعبها الفريق الأهلاوي، لكنه يخسرها الآن ب4 أهداف. الكرة للدوسري ممررة إلى محمد نامي. إيمانا مرور، واصلة كرة إيمانا لصالح الأهلي على الجهة اليسار. الآن خلاص الأمور منتهية تماما في هذه المباراة. الأهلي يركز أكثر على مباراة القادمة، على مباراة المقبلة. الأهلي في الجولات القادمة أيضا تنتظر واحدة من المباريات الكبيرة حينما يلتقي بالاتفاق. الهلال على كل حال المباراة القادمة قد تشهد عودة محور الارتكاز عادل هرماش في المباراة القادمة أمام الفيصلي. كرة اللعب إلى اليسار لصالح تيسير الجاسم، مرور ممتاز من تيسير، يرجع بالكرة إلى فيكتور سيموس. فيكتور سيموس وتمريرة في وسط منطقة الجزاء لتيسير الجاسم. تيسير في كرة مقطوعة لصالح الأهلي على اليسار، أيضا أهلاوية. وصلت الكرة لخارج أرض الملعب، رمية جانبية. تلعب الكرة عند يوب يونغ سو. إيمانا يأخذ الكرة لمصلحة الدوسري إلى إيمانا من جديد. إيمانا وانطلاقة، إيمانا وقوع في أرضية الملعب. حكم المباراة يطالب بالاستمرار بكرة لصالح وليد باخشوين. وليد باخشوين وفرصة معادة إلى صالح ياسر المسلم. ياسر المسلم يحط كرة إلى الجهة اليمين الآن للجانب الأهلاوي. كامل آخر دقيقتين على نهاية المباراة. الهلال برباعيته يتقدم إلى النقطة رقم 9 إلى النقطة التاسعة، والكرة ملعوبة على طول مصلحة أسامة هوساوي. هوساوي إلى إيمانا. إيمانا وتقدم من إيمانا، يضع الكرة بين أقدام عبد العزيز الدوسري. الدوسري وتقدم هلالي على الجهة اليسرى في مصلحة حسام الحارثي. الحارثي تمريرة في صالح الهلال إلى إيمانا. محمد نامي بالجهة اليمين. محمد نامي. يوب يونغ سو يهدي اللعب. يوب يونغ سو يحاول يستهلك الثواني، الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، والكرة ملعوبة من يوب يونغ سو إلى صالح الهلال. إلى تقدم مرور موجود الآن ممتاز من عبد العزيز الدوسري، أكثر من لاعب أهلاوي. الدوسري يخسر الكرة، عاد الاستحواذ على الكرة، ثم صافرة إلى مخالفة إلى ضربة حرة مباشرة. صافرة لمخالفة وضربة حرة مباشرة أو ضربة زاوية. نتابع الآن الكرة الثابتة على كل حال. إلى ماذا أشار حكم المباراة ألكسندر ساشا؟ أشار إلى ضربة زاوية في مصلحة الهلال. يوسف العربي أخذ الكرة. يوسف العربي، عبد الله الزوري يلعب عرضية داخل منطقة الجزاء. الزوري مقطوعة بالراس، ترجع لمصلحة الأهلي، راسية إلى محمد نامي. الثواني الأخيرة، آخر 10 ثواني في المواجهة. جمهور الأهلي طبعا يصفق لفريقه حتى في ظل النهاية الصعبة جدا، نهاية ب4 أهداف دون مقابل، لكن يلتزم بدوره تجاه فريقه، يشجع ويهتف له. آخر 3 دقائق بعمر المباراة، ال3 دقائق المقدرة كوقت بدل ضايع، وكرة فيها صافرة فاول، ضربة حرة مباشرة. انتبع الدقائق ال3 الأخيرة، والهلال قد حسم مباراته ب4 أهداف. وكرة بالوسط، مرور موجود ومقطوع الكرة أخيرا لصالح الأهلي. معتز الموسى إلى مارسيلو كاماتشو إلى الجهة اليسار. الكرة لمصلحة منصور الحربي، مقطوعة محاولة منصور الحربي إلى إيمانا. إيمانا ياخذ كرة يمررها ممتازة ليوسف العربي. أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة. أوفسايد على يوسف العربي. إيمانا أخذ كرة ممتازة. شوف يا سلام على إيمانا، حط الكرة بشكل ممتاز، لكن العربي أيضا
كان موجود في التسلل. مارسيلو كاماتشو ينقل كرة لكاماتشو من جديد. مارسيلو كاماتشو إلى الجهة اليسار في صالح منصور الحربي لصافرة، وكرة فيها أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة. 4 أهداف هلالية إذن تحسم فيها المباراة. هدف من يوب يونغ سو جاء مع الدقيقة رقم 23. أحمد الفريدي سجل هدف مع الدقيقة 26. محمد الشلهوب الدقيقة 48 من ضربة جزاء. واختتم الهلال أهدافه بهدف من أسامة هوساوي. طبعا الهلال قبل ال4 أهداف أيضا ضاعت له فرصتين محققة كاد أن يسجل معها. كرة ليوسف العربي. العربي من يبحث عن نفسه ولم يجد نفسه. العربي يأخذ كرة في الجهة اليسار، عرضية إلى سو، وياسر المسلم ينقذ مرمى الأهلي من هدف خامس. شوف العرضية مرة أخرى من يوسف العربي، ويونغ سو ينقذ مرمى الأهلي من هدف خامس. ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة في وسط الملعب لصالح الأهلي. الضربة الحرة المباشرة ملعوبة، وكرة لصالح الأهلي الآن. معتز الموسى إلى الجهة اليمين لمحاولة وتسديدة إلى خارج أرض الملعب. تسديدة إلى خارج أرض الملعب، إلى ضربة زاوية. الركلة الركنية الأخيرة خلاص، الدقيقة الأخيرة تقترب من النهاية الآن. آخر دقيقة، نقترب من نهاية المباراة. ومارسيلو كاماتشو عند تنفيذ ضربة الزاوية وآخر لقطات الفريق الأهلاوي. مارسيلو كاماتشو يلعب كرة عرضية إلى داخل المنطقة، ولا زالت أهلاوية المحاولة على الأقل لتسجيل هدف، على الأقل إلى أن يزور شباك الهلال ولو مرة واحدة مقابل المرات ال4. هذه كرة مقطوعة من ماجد المرشدي، مبعدة من ماجد المرشدي، وصلت للأمام إلى يوسف العربي. وبذلك أيها السادات والسادة جاءت صافرة النهاية من حكم المباراة، معلنا معها عن نهاية هذه المواجهة، قمة الجولة الرابعة، بفوز الهلال ب4 أهداف دون مقابل. الهلال استحق النتيجة عطفا على أداء في شوط المباراة الأول. الهلال أبدا لم يكن في عادته بهذه المباراة. إذن مبروك، ألف مبروك للهلال الذي وصل للنقطة 9، في حين الأهلي يبقى بنقاط 9 مع الجولة الرابعة. مشاهدينا الكرام، أيها الأعزاء، أيها الأحبة، أصدقاء الرياضية السعودية، عشاق كرة القدم السعودية، جاءت صافرة